كما نعلم، أنتم تعرفون، مع زيادة عدد السكان المسنين بسبب التحسينات في الفحوصات والكشف المبكر عن الأمراض والعلاج الأفضل، ما يحدث هو أن معظم مرضانا كما تعلمون بدلا من أن يموتوا طوال هذه السنوات بسبب النوبات القلبية، الآن يتم إنقاذهم بتدخلات أفضل، ولكنهم يتركون بمشكلة في ضخ القلب. وهؤلاء المرضى الذين يعانون من مشكلة في ضخ القلب يميلون إلى الدخول في مرحلة تسمى فشل القلب. وهنا كما تعلمون كأطباء قلب، مصر على مرضانا أن يهتموا بنظامهم الغذائي وتعديل نمط حياتهم والسيطرة على عوامل الخطر المصاحبة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والتوقف عن التدخين والكحول وأشياء من هذا القبيل لمنعهم من الدخول في نوبة كاملة من فشل القلب. واليوم نعتبر أن فشل القلب أسوأ من سرطان البروستاتا لدى الرجال وسرطان الثدي لدى النساء فيما يتعلق بالمرضى والوفيات وكمية النفقات التي سيصرفونها في حياتهم. لذلك من المهم للمرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب ألا يصلوا إلى مرحلة فشل القلب، وأن يعتنوا بصحتهم